طريقة تغيير باسورد الواي فاي وإخفاء شبكة الواي فاي وتغيير اسم شبكة الواي فاي راوتر موديل H188A سواء في شركة أورنج فودافون اتصالات فهو الشرح عشان الموديل H188A. تمام. فشرحنا النهاردة هيكون من خلال الهاتف المحمول، يعني من خلال الموبايل بتاعك. طبعا بعد ما عملنا الفيديو على قناتي التانية طريقة تغيير باسورد الواي فاي واخفاء الشبكة وتغيير اسم الشبكة من خلال جهاز الكمبيوتر، ناس طلبت مني نعمل الطريقة دي من خلال الهاتف المحمول بتاعنا. فانا ان شاء الله هنبدأ نغير باسورد الواي فاي ونخفي شبكة الواي فاي، ونعمل كمان تغيير اسم شبكة الواي فاي عن طريق الهاتف المحمول بتاعنا بناء على طلبة المتابعين عندنا في اليوتيوب في قناتي التانية. كل اللي انا عايزه منك هتفتح المتصفح بتاعك من خلال الهاتف المحمول، وهتبدأ تكتب هنا 192.168.1.1. تمام. بعد كده هتقول ابدأ او هتضغط على السهم ده، هيبدأ يفتح لك الصفحة دي. طبعا لو جالك الصفحة بالشكل كده هتيجي عند كلمة اسمها اعدادات متقدمة. ممكن تظهر عندك اعدادات بس، ممكن تظهر متقدم بس، ممكن تظهر اعدادات متقدمة زي عندي كده. هتضغط عليها وهتضغط على حاجة اسمها متابعة الى 192.168.1.1. هتضغط عليها، هيبدأ يفتح معايا الصفحة بالشكل كده. طبعا انا عايزها باللغة الانجليزية مش عايز باللغة العربية. هيطلب منك هنا طبعا زي ما انتم شايفين يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هيكونوا عندك في ظهر الراوتر، يعني هنا بيطلب منك تحط اليوزر نيم وتحط الباسورد اللي في ظهر الراوتر، هتلاقيهم عندك في الظهر. تمام. هنا طبعا بيقول لك ويلكم تو H188A بليز لوج ان، يعني سجل دخول. مرحب براوتر H188A، من فضلك سجل دخول. تمام. طبعا انا هكتب اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر وارجع لكم تاني. طبعا بعد ما كتبت اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر، كل اللي انا عايز اعمله او كل اللي عليا هاجي هنا هضغط على لوج ان بالشكل ده كده. تمام. هيبدأ يدخل معايا بالشكل ده. تمام. ممكن اقول له تخطي او ممكن اقول له الغاء اللي هو كنسل او الكلام ده كله. ممكن اقول له كنسل عادي، يعني مفيش اي مشكله. هيبدأ يظهر معاك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام اهو. طبعا انا هاجي هختار على كلمه اسمها لوكال نيتورك. لوكال نيتورك تاني كلمه من على اليمين اهي، لوكال نيتورك هي الكلمه دي اللي انا هختارها. هبدأ اضغط عليها وهبدأ ايه اسحب كده وانزل تاني واسحب. بعد كده اختار حاجه اسمها دبليو لان، هضغط عليها. طبعا هنا الراوتر بتاعي بيبث شبكتين 2.4 وال5 جيجا هرتز. انا ممكن اقفل الجيجا هرتز عادي وخلينا على 2.4 عشان المدى بتاعها اطول. تمام. ولكن انت برضو لو مشغل الشبكتين مفيش اي مشكله، براحتك، سواء عملت على 2.4 او 5 جيجا هرتز او عملت شبكه 2.4 وشبكه جيجا هرتز، فمفيش اي مشكله. تمام. بعد كده نختار حاجه اسمها WLAN SSID configuration، هضغط عليها. هبدأ أقول أوكي. هبدأ أصغر كده وهبدأ أقفل بالشكل ده. تمام. هنا طبعا مفعل لي SSID 1 ومفعل لي اللي هي في 2.4 SSID 1 متفعلة، وفي ال 5 جيجا هرتز اللي هي SSID 5. تمام. أنا هقفل SSID 5 لأن أنا شغال على 2.4. تمام. طيب هنا طبعا مفعل لي SSID 1 2.4. تمام. انا ممكن اقفل اقفل شبكه واحد، وممكن اختار بقى من SSID 1 او 2 او 3 او 4 في 2.4، او اختار مثلا 5 او 6 او 7 او 8 في ال 5 جيجا هرتز. هنا طبعا 2.4 محدده، فممكن اختار وليكن شبكه رقم 2، هقول له اون. تمام. وممكن افتح اكتر من شبكه، يعني انا ما عنديش مشكله، ممكن افتح اكتر من شبكه. تمام. لازم تفعل خيار اون. بعد كده تيجي هنا، طبعا هنا بيقول لك زي ما انتم شايفين اهو SSID نيم، يعني اسم الشبكة بتاعتي SSID 2. هضغط عليها كده وامسحها، وممكن ابدأ اكتبها وليكن اسم الشبكة احمد اهو، احمد. تمام. فانا كتبت اسم الشبكة بتاعتي احمد.
تمام كده بقت اس اس اي دي 2 بقت اسم الشبكه بتاعتي احمد. تمام. هنا طبعا بيقول لك اس اس اي دي هايد، يعني ايه اس اس اي دي هايد؟ هنا طول ما معمول على اوف فالشبكه بتاعتك ظاهره لاي جهاز بيلقط واي فاي، الشبكه بتاعتك ظاهره لاي جهاز بيلقط واي فاي. تمام. طيب انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، هبدا احدد على اون، فكده انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي زي ما انتم شايفين اهو. تمام. بعد كده هضغط على السهم ده كده واختار تاني خيار. تمام. عشان الاجهزه اللي تشتغل بقى ايفون، اندرويد، اجهزه قديمه، اجهزه جديده، الكلام ده كله. تمام. بعد كده هاجي عند الباسورد. الباسورد اهو، لو انا ضغطت عليه كده وحذفته وجيت كتبت اي حاجه في الباسورد، تمام، انا مش عارف انا كتبت ايه في الباسورد، يعني انا الباسورد بتاعنا مش عارف انا عملته ايه. تمام. فانا عشان اتاكد، عشان ما اعملش حفظ وارجع اجي افتح الشبكه ما تفتحش معايا، هضغط على المربع ده اللي هو شو باسورد، هضغط عليه هيبدأ يظهر معايا بالشكل ده. تمام. هبدأ اضغط هنا وهبدأ امسحه عادي مفيش اي مشكلة. ممكن ابدأ اكتب ايه، عفوا ممكن نخليها مثلا وليكن احمد. بعد كده هعمل ات 1 2 3، هتلاقيها نورمال عادي. انا عايز اخليها قوية، اعمل شباك واعمل حرف الاي كابيتال. تمام. اهي كده بقى سترونج. تمام. كده بقت كلمة المرور قوية. تمام. هاجي طبعا هنا بيقول لك 32. ايه هي 32؟ بيقول لك ان الراوتر بتاعك يقدر يفتح 32 جهاز بيلقط واي فاي في نفس الدقيقة. طيب في نفس الدقيقة في 32 جهاز متصلين بالراوتر، لو دخل جهاز 33 هيقول له لا مش هيقدر يدخله لان الجهاز اخره 32، فلازم واحد يطلع وواحد يدخل مكانه. تمام. فانا بالنسبة لي 32 جهاز دول كتار جدا، ممكن اخليها مثلا وليكن 4 أجهزة، 5 أجهزة، ممكن أخليها 6 أجهزة. تمام. بعد ما خليتها 6 أجهزة كل اللي أنا عليه هبدأ أضغط على أبلاي، هيبدأ يحفظ معايا بالشكل ده. تمام. أهو هضغط على أبلاي. تمام. كده حفظ معايا، وطبعا هو خرجني بره الشبكة. تمام. هو خرجني بره الشبكة. تمام. فأنا بعد ما حفظت بالشكل ده كده هو خرجني بره الشبكة. تمام. لازم بقى اطلع وادخل على الواي فاي واكتب اسم الشبكه عشان عملت لها اخفاء، وابدا اكتب كمان الباسورد الجديد اللي انا عملته. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.